ربنا يدي الناس كلها الصحة والعافية وطولة العمر والسعادة إن شاء الله، ويمتعنا بالصحة والعافية لآخر يوم في حياتنا بإذن الله. عشرة الحياة سريعة، وأهم ما يشغل بال العبد الصالح هو الحياة الآخرة، وبعد الخروج من الدنيا يكون القبر هو البيت الجديد. بالتأكيد دايما الخوف بيكون هو المسيطر على تفكيرنا، وده أمر طبيعي، بس خلينا نشوف الأمور من زاوية تانية. لو أخدنا شقة جديدة فاضية ما فيهاش أي أثاث ورحنا نبات فيها، لا في سرير ولا مرتبة ولا ستارة على شباك، يا ترى شعورك هيكون إيه؟ يبقى طبيعي إنك تقول يا ريتني كنت وضبت المكان وفرشته قبل ما أجي أسكن فيه على طول. ومفيش شك إن التوضيب والفرش ده هيكلفك كتير. سبحان الله، لو طبقنا الفكر ده على القبر اللي هو لازم هنعدي عليه في نهاية الحياة الأولى، وفكرنا بشكل منطقي وعملنا مقارنة سريعة بينه وبين الشقة اللي فرشناها قبل ما نسكن فيها، هنلاقي فرق كبير جدا في التكلفة بين اللي ممكن ندفعه عشان نفرش شقتنا وبين التكلفة البسيطة جدا اللي ممكن نتكلفها واحنا بنفرش القبر اللي ممكن نعيش فيه أضعاف السنين اللي هنعيشها في الدنيا. أنا جاي أقول لك طريقة بسيطة تفرش بيها هذا القبر. زمان واحنا صغيرين كانوا بيعلمونا ندعي ربنا في كل حاجة نفسنا فيها، وما نتكسفش من ربنا واحنا بنطلب، لان خزائن ربنا مليانه بكل الخير اللي نعرفه واللي ما نعرفوش، واللي رأته عين واللي ما لا رأته عين ولا سمعت به اذن. استعد معانا وتابع الحلقه الجديده بكره ان شاء الله عشان تعرف هتعمل ايه وعشان ترتاح وقلبك يكون مطمئن، لان والله الامر ده عظيم ولازم كلنا نكون مستعدين ليه. ما تحرمش نفسك من المعلومات اللي هنقولها لك، لان ده الكنز الحقيقي اللي هتخرج بيه من الدنيا.